ابنك بيستفزك لحد ما تضربيه وبعدين يهدى؟ طب مراتك بتستفزك لحد ما تضربها؟ ألف مبروك، انتوا عيلة مازوخية. ايه ده؟ ايه الكلمة العيب دي؟ لا يا فندم، المازوخية ما بتقتصرش على المعنى المتعارف عليه اللي جه في دماغك دلوقتي، اللي هو الاستمتاع في الجنس بالضرب أو العنف. المازوخية ليها أشكال كتير. الطفل الصغير اللي بيتعود على الضرب كعقاب، وبعدين نقول أصل الضرب ما بقاش يحوق فيه، وتجيلك الأم تشتكي إن ابنها بيستفز أخوه أو بيستفزها لحد ما يطلع أسوأ ما فيه عشان بس يتضرب، وبعدين يهدى ويرتاح، وتقولك لازم ياخد العلقة التمام عشان يهمد. لو ابنك اتعود على الضرب هيبقى ده أسلوب حياته لما يكبر، وهيفتعل خناقات كتير ومشاكل مع كل اللي حواليه عشان بس تنتهي بالضرب اللي هو بيستمتع بيه، وهو ده السر. وجايز يكون بيعمل كده عشان يأكد لنفسه الصورة اللي وصلاله عن نفسه من أمه وأبوه: أنا وحش، أستاهل الضرب. من ضمن وسائل المساعدة عشان نعدل سلوك الطفل ده إن أدور على عقاب تاني غير إن أضربه. وحاولي تطنشي، اعملي نفسك أحيانا مش واخدة بالك من سلوكه، وأهم حاجة إن أحاول أساعده يغير صورته عن نفسه. تعالوا بقى للكبيرة، التربية المازوخية للبنات. يقولك اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24، تصريح علني بالضرب. وتسأل البنت من دول عن فتى أحلامها تقولك عايزة راجل يشكمني، مش طري كده وخيخة. حتى إن بعض الزوجات بتقبل الضرب والإهانة، ويمكن كمان تلعب مع زوجها لعبة المازوخية. ايه ده بقى؟ تفضل ورا جوزها ترد عليه وتستفزه لحد ما يضربها. طب هي هتعمل كده ليه؟ ممكن تكون اتربت على الضرب وجايز بتستمتع بالضرب نفسه، او اللي جاية بقى بتستمتع بلحظات الصفا والصلح اللي بعد الضرب. مش بيقولك ما محبة الا بعد عداوة، وضرب الحبيب زي أكل الزبيب. بفتكر في الموقف ده مقطع من أغنية النجاة بتقول فيها إيه بقى؟ من حنانك من جمالك يومها وانت بتصالحني كنت عايزة أقولك قوم خاصمني. طبعا الرجالة كلهم هيقولوا ده عز الطلب، بس الحقيقة بقى إن اللقطة دي خلتني استشعر قد إيه إحنا ممكن ندخل في خلافات وخصام تستنزف من طاقتنا النفسية عشان بس نستمتع بلحظات الصلح والصفا وناخد شوية اهتمام. للدرجة دي مش قادرين نطلب حقنا الطبيعي من الاهتمام والشوفان؟ الخلاصة، أنا هبدأ أعود نفسي أقول أنا محتاجة منك كذا. تبدأوا معايا؟ ابدأوا وقولوا أنا محتاج منك نقط. اكمل النقط باحتياجك. ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس.